ايه ده؟ ده هاني ابن عمي هناك اهو. يا راجل، طيب ما تعرفني عليه، انا عايزه في شغل. استنى بقى كده، ما اروح اشوفه. ماشي. لا محمود. ايه يا هون، ازيك؟ عامل ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. كله تمام. خالد عرفات. هاي رويدة العمري. اهلا بيكي. مفيش، كنت حاجز ترابيزه بس لسه ما جهزوهاش. انا بعتذر من حضرتك جدا يا فندم، وحضرتك تقدر تتفضل في الويتنج اريا لغايه لما الترابيزه تبدا. انت ممكن تيجي تقعد معايا، انا مش معايا ناس كتير. تعالوا اتفضلوا. طيب خلاص حاضر مع مستر خالد قبل ما تجهزوا له الترابيزه. تحت امرك يا مستر هاني، طبعا اتفضل يا فندم. والله مبسوطة قوي إننا رجعنا نتقابل ونخرج. مش بحب أبقى لوحدي. خلينا نملى الوقت دايما ببلانز واكتيفيتيز كده بليز. والله يا ريت، دي حاجة حلوة قوي بالنسبة لي أنا كمان. بمناسبة البلانز بقى، ها، احنا بنحضر خروجه بكرة. إيه ده بجد؟ بمناسبة عيد جوازي أنا وفريد. كل سنة وأنتوا طيبين. حبيبتي وأنتي طيبة يا قلبي. وعلى فكرة جوز نهلة كمان هيكون جه من السفر، يعني هيبقى موجود. طيب حلو قوي ده. وأنا تمام، ما عنديش أي مشكلة. تفكروا تروحوا فين؟ والله بصي، احنا لسه مستقرناش على مكان معين يعني، بس بنفكر نروح نسهر في أي حتة. طب بقول لك إيه؟ الجو اليومين دول حلو قوي. إيه رأيك لو نقضيه في الجنينة هنا ونعمل باربيكيو؟ بجد؟ بصي هي فكرة حلوة قوي، بس مش عايزاها تبقى تعب بالنسبة لي. لا 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 لا، هننبسط قوي. ماشي، فكرة حلوة جدا. دكتور مروان النشار صديقي، ودكتور سنان هايل. انا سامعه عنك، كذا حد اعرفه بيجيلك. بجد والله؟ زي مين؟ لا رويدة علاقتها كتير، هتلاقي حد من زباينك الستات يعرفوها. وانت اخبارك ايه يا خالد؟ انا تمام الحمد لله، بس بقول لك ايه، انا ما اعرفش انك بتيجي هنا على طول. ازاي يا ابني؟ ده انا اللي عامل حمله الدعايه بتاعت المكان ده كله. مستر هاني، حضرتك الترابيزه جاهزه يا فندم. تمام، يلا فرصه سعيده يا جماعه. اتفضل. نورتونا حبيبي. اتفضل. خالد بقول لك ايه، هو مش ده جوز فيروز اللي بيتمرن في الفا جيم؟ ايوه، بس انت تعرفهم منين يعني؟ لا ولا حاجه، انا بس جمعت الاسم على الشكل. بقول لك يا دكتور، استر عليه عشان هاني ده ابن عمي، عشان خاطر انا. اكيد طبعا، ما تقلقش. بعد الهدايا واللعب الحلوه دي اظن انا كده عداني العيب وازح. عايز اشوف بقى الشطاره في المدرسه. ماشي ماشي يا يلا على وقتكم يا عساسين. ممكن افهم ايه الطريقه اللي انت بتكلم بيها الولاد دي؟ ايه يا نهله، مالها طريقتي يا حبيبتي؟ حد يقول لاولاده اللي في مدارس امريكان عداني العيب وازح وازح، وبعدين ايه عساسيل دي؟ جبتها منين دي؟ بلدي. بقول لك ايه يا حبيبتي، قول. سيبك انتي والنبي عشان انتي وحشاني قوي قوي. ما تيجي بقى تفكي التكشيره اللي على وشك دي ونقعد كده مع بعض شويه وخلينا نشهيص. نشهيص ايه يا قفيل انت؟ احمد اختار كلامك شويه، ايه اللغه دي؟ حبيبتي انا قلت لك 100 مره قبل كده، انا راجل تاجر وبقعد مع ناس كتير، باخد منهم وبياخدوا مني، وبعدين كل واحد بيتاثر باللي حواليه. هرشه؟ لا مش هرشه، وكده انت قاصد تزودها وتغلس. اللي انت فيه ده بسبب قعدات المزاج والحشيش، هي دي لهجه الحشاشين. هو انت قنبله نكد؟ مفيش مره كده اجي الاقيكي مبتسمه في وشي لابسالي حاجه حلوه، حتى شويه برفان حلو من اللي انا بجيبهولك. انت ما بتحبنيش؟ والله واحده بقى لها سنتين بتقول لك عايزه تتطلق، تفتكر ايه يا احمد؟ وليه يا قلب احمد عايزه تتطلقي؟ انا عمري عملت معاكي الغلط؟ مشكلتك انك سايق الهبل على الشيطنه ومتخيل اني في نومه. انت عايشه في الاوهام، ودي مشكلتي معاكي. امال الستات اللي انت رايح جاي معاهم دول ايه؟ يا حبيبتي انا راجل من ضمن شغلي الملابس، وستات كتير بتشتغل في الملابس، لكن انت عمرك مسكتي عليا حاجه؟ ماما الله يرحمها كانت تقول اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى، وانا مش هستنى لما اشوفك في حضن واحده. انت عارف كويس قوي ان ياما سمعت وشفت. كلها مواقف ما تدلش على اي حاجه. ايه يعني بدلع واحده بقول لها يا بسبوستي ولا يا مريومتي؟ الدنيا اتهدت. بصي يا بنت الناس، حافظي على بيتك وعيالك وبلاش قله عقل يا حياتي. استغفر الله العظيم. انا بقول البس ده احسن، هيبقى احلى بالنهار، صح؟ صح حبيبي، يبقى حلو عليكي قوي اللون ده. بس والله فيروز دي جميله قوي، يعني تحتفل بينا في بيتها برضه بيبقى وجع دماغ، توضيب وتنظيف وكده. بس محدش بيعمل حاجه هو مش حابب يعملها يا حبيبتي.
يعني طالما هتعمل كده يبقى هي كمان هتبقى مبسوطه. انا فاهمه، بس برضه يعني مش اي حد ممكن يعمل كده. مالك في ايه؟ بصراحه في موضوع مضايقني كده عايز اكلمك فيه. ايه؟ لما رحت اسوان وكان المفروض ارجع في نفس اليوم، بعدين القضيه اتاجلت، اضطريت اقعد يومين زياده. ما حسيتش انك اتضايقتي، ما حسيتش انك اهتميتي ان انا مش موجود، زي ما يكون ما صدقتي اصلا. فريد، انت حساس قوي يا حبيبي، بزياده يعني. خلي بالك وانت هناك بعت لي فوق المليون مسج. انت كنت بتبعت لي كل نص ساعه تقريبا. طب انا ارجع اسال عليك امتى؟ اسال عليك في النص؟ يعني اسال عليك كل ربع ساعه؟ مش معقول. في مثل بيقول خف حبه تزيد محبه، عارفه؟ عارفه. هو الاخ فريد منفض لنا ليه؟ يا متر، ما تيجي تهوي معانا شويه على النار، ولا انت لابس قميص بوليستر وخايف لا تتحرق مننا ولا ايه؟ فاري، بقول لك ايه؟ ما تروح تقف مع الرجاله يا حبيبي. حاضر. حبيبي تعالى اشقى معانا شويه، انت عامل فيها نيلي كريم. انت مش بتبطل هزارك السخيف ده على الصبح. امسك. شايفين لازق لي ازاي؟ هيجنني والله العظيم. بس احمد دمه خفيف قوي، عسل. جدا جدا. بقول لك ايه يا نهله، على فكره احمد جوزك بيموتني من الضحك. كله عايز اقول كله اتفحم اصلا. لا، ما هو شاطر قوي في المسخره بس. طب يلا نلعب راكت، مين يلعب؟ حبيبتي عدي بسرعه بس عشان الحته دي مهمه قوي. ولا مهمه ولا حاجه، ولا الفيلم كله مهم وممل كمان. ازاي بس؟ ده اقوى فيلم سسبنس السنه دي. لا يا حبيبي، انت لو عايز بقى تشوف السسبنس اللي على حق يبقى لازم تجربه اصيع اختراع انا جبته معايا من الصين. بصوا بقى يا جماعه، الجهاز ده هو اللي جاي سنه سنتين وهيبقى موجود في كل بيت مصري، بس انا دايما طبعا اللي بجيب الجديد سباق. يعني الفيلم بتاعي ممل واللي انت بتقوله ده مش ممل؟ على فكره انا حكمت على الفيلم بتاعك بعد ساعه فرجه، اما بقى يا حبيبي انا الفيلم بتاعي لسه ما ابتداش. وبعدين اتقل بس يا اخي، مش تعرف ده ايه الاول؟ صحيح. ده ايه ده؟ ده يا سيدي اصغر جهاز لكشف الكذب. يعني لا مؤاخذه كده، لو في حد في القعده دي كذاب يقوم يروح، الكذاب يروح. طب يا حبيبي ما تروح، مستني ايه؟ لا يا حياتي، انا عن نفسي مش كذاب وهتشوفوا بنفسكم. لا معلش يا جماعه، ثانيه واحده، انا مش فاهمه اي حاجه. يعني يا رندا هانم، لو انا وصلتك بالجهاز ده وسالتك اي سؤال وانتي جاوبتي عليه بالصدق، الجهاز هينور اخضر ويكتب ترو. اما بقى لو جاوبتي كده هينور احمر ويزغرط ويصفر ويقلب الدنيا. يعني ايه ده، لعبه يعني؟ لا يا ست الكل، لعبه ايه؟ اللي قدامك ده جهاز كشف الكذب الحقيقي. طب واحنا هنتكلم كتير ليه؟ مين عنده استعداد يجرب؟ انا ايه حبيبي، جرب انت الاول، لو لقينا الجهاز مظبوط احنا نجرب. والله نهله عندها حق، انت هتجرب فينا؟ نجرب فيك انت الاول. موافق، نختبر الجهاز الاول ونشوف اذا كان هيقول صح ولا غلط. انا بصراحه مش مقتنع بالهبل ده، يعني فيك. وحياة امي ما فيك. انا لو وصلتك بالسنسور ده، هو بيقيس ضربات القلب وضغط الدم وبيعرف اذا كنت انت بتقول الصدق ولا الكذب. يا عم بطل هبد بقى وخلينا نرجع نشوف الفيلم. لا انا حابه نجرب. وانا كمان حابه نجرب. كلنا هنجرب. عادي يعني، طالما هنضيع وقت خلاص يعني. هو انت ضدي ليه يا عم هاني؟ طب انا هقول لك على حاجه، ما تيجي نختبر الجهاز وتسالني سؤال كده انا وانت عارفين اجابته كويس قوي، وانا هجاوبك عليه مره صح ومره غلط، ونشوف الجهاز هيقول ايه. ماشي. البيت ده بيت مين؟ ده بيت فيروز وهاني.
ها؟ قلتش انا حاجه؟ اهو زي ما انتوا شايفين صادق. اسال بقى مره تانية. البيت ده بيت مين؟ بيت فريد ورندا. واو. شفتوا بقى؟ اهو ما قلتش حاجه انا. طيب هسألك دلوقتي اسمك ايه بس جاوب غلط. ماشي. اسمك ايه؟ هاني. اهو شايفين؟ طب جاوب صح. اسمك ايه؟ اسمي احمد. طب بصوا بقى، ما ندخل في الجد. ايوه بقى. احمد حبيبي، عمرك خنتني؟ عمري ما خنتك. على فكره الجهاز ده بايظ. ليه بس؟ ما احنا جربنا اهو، جوزك مش بيخونك، اتبسطي. طب اقول لكم على حاجه يا جماعه، كفايه كده على احمد. عشان نتاكد من الجهاز ده نجربه في فريد. فريد بالنسبه لي كتاب مفتوح، يعني مفيش مجال ان الجهاز يلخبطنا. ماشي. يلا يا فريد. لا انا مش عايز العب اللعبه دي. اديها لهاني. جرب انت هاني. هيجرب، كله هيجرب. جرب انت، ما فيش منك خوف يا فريد. يلا هات ايدك. بس تسالي اسئله سهله. يا عم انجز بقى، يلا. قول لي يا فريد، عمرك خنتني؟